لا حديث في ولاية خنشلة منذ أيام سوى عن جنية يقال أنها سكنت شقة مهجورة في عمارة، وتخرج كل ليل لتصدر صوتا مخيفا ثم تختفي. حادثة محيرة صنفها الكثيرون في دائرة الخرافة، لكن سكان العمارة معظمهم هجر مساكنهم، يصرون أنه ما يعيشونه حقيقة، ويطالبون بإيجاد حل سريع لهم. في البداية بدت هذه الحكاية طرفا من طرائف التواصل الاجتماعي، لكنها تحولت إلى الجد بعد تسجيل فيديوهات توثق الأصوات الخارجة من الشقة، وهي أصوات مرعبة جدا لا يمكن لسكان العمارة صم أذانهم عنها. فأصل القصة وفقا لسكان العمارة أنهم سمعوا صراخا يخرج من شقة شاغرة مغلقة، يظهر أنه صوت امرأة تستغيث. ولما أخبروا صاحب الشقة حضر وفتش كل غرف الشقة ولم يعثر على أي شيء، وبمجرد غلقهم الباب عادت الأصوات لتسمع بقوة، كما أن ولو هذه المرأة تستعمل مكبرات الصوت. هنا ازدادت الحيرة، انتقلت التفسيرات على أنه يوجد جنية تسكن هذا المكان. وقرر عشائر الرحيل من هذه العمارة، لأن القضية أصبحت تهديدا حقيقيا لسكان العمارة، خاصة الأطفال. باشرت الجهات المختصة في التحقيق، وتبين وفق ما نشرته بعض الصفحات أن الأمر يتعلق بامرأة مريضة تسكن هذه الشقة وتقوم بإصدار هذه الأصوات، بينما زوجها الذي استنجد به سكان العمارة أخفى هذه الحقيقة على جيرانه. وفي رواية أخرى قيل أن شخصا كان يقوم بتشغيل جهاز كان مخبأ في الشقة بصوت امرأة تصرخ، وهذا بعد حرمانه من حقه في أن يرث هذه الشقة بعد أن استولت عليها شقيقته.